جات لي كومنتات كتير قوي على فيديو حمايه المستهلك، علشان كده هرد على الكومنتات في الفيديو ده بلعبه حقي او مش حقي. اول كومنت معانا هو ده: لو جبت سماعه وجيت اربطها بالابلكيشن ما اتربطتش، يعني المنتج مش اصلي، كده ليه حق الارجاع؟ حقي ولا مش حقي؟ الاجابه ان السماعه دي لو توصلت حتى على موبايل واحد بس، مش شرط موبايلك، فده دليل ان هي شغاله. لو ما توصلتش خالص على اي موبايل ولا اي ابلكيشن، طبعا حقك انك ترجعها حتى لو فتحتها. بس ده لو منتج. طب لو خدمه، اشتركت في باقه انترنت وقالوا لك مثلا ان السرعه 30 ميجا بايت، تيجي تستخدمها تلاقيها 5 بالعافيه، تقول لنفسك يمكن يوم وحش، يمكن في مشكله، بس المشكله مكمله، ولما تفكر تشتكي وما يبقاش في حل، هنا بقى حقك ولا مش حقك؟ ده طبعا حقك، مش انت بس، انت وال100,000 واحد اللي بيقدموا شكاوى في الانترنت في مصر كل سنه، والحل ساعتها يا المشكله بتتصلح يا اما بيديلك تعويض. المره دي بقى انت هتطلب منتج اونلاين، بعد ما استلمته اكتشفت ان هو مش مطابق للصوره اللي انت شفتها، عايز ترجعه، حقك ولا مش حقك؟ الاجابه طبعا حق، لان المنتج مش مطابق والشركه لازم ترجع لك فلوسك. طب احنا نفهم ايه؟ اول حاجه ان مش كل مره حد يقول لك ان مفيش استرجاع ان مفيش استرجاع، لا، من حقي ان انا ارجع، بس في نفس الوقت محتاجين نفهم حقوقنا، علشان لو حد قال لنا ان مفيش استرجاع وهو فعلا مفيش استرجاع ما نزعلش. انت بقى اخر مره رجعت حاجه كان حقك ولا مش حقك؟ وعلشان تعرف حقوقك اكتر كمستهلك، تابعنا على CX Miss.